سابقه ريبيرو. لا خلينا اقول لك بس يا اسلام، عشان اي مدير فني بيجي اكيد مش هتحكم عليه من اول مباراه او من ثاني مباراه. تمام. لان هو لسه بس انت حكمت وقفته على الخط. انا شايف وجهه نظري ان الراجل لسه بيتعرف على اللعيبه. حتى امبارح في تصريحاته عجبتني جدا، يعني هي متزنه. قال لك احنا لعبنا بتاع 50 دقيقه او 60 دقيقه. خليك معايا، مالكش دعوه بالكابتن رضا عبد العال ولا تعبيرات ولا اي لا بيقول لك وقفته كابتن رضا عبد العال وقفته على الخط. يعني لا لا هو راجل هو تصريحاته بتقول ان الراجل عنده واقعيه. بيقول لك هو راجل عارف نقاط الضعف اللي هي موجوده، ودي كانت واضحه بشكل كبير من بدايه الموسم، اللي هي الناحيه الدفاعيه. حتى كمان مفيش حد هو عدلها. لا ده امبارح في 4 انفرادات. طيب هو كابتن رضا كابتن ابو الدهب اتكلم بوضوح امبارح بعد المكسب، وقال ان احنا عندنا مشاكل دفاعيه، وقال ان اللعيبه بتاعتي ما بتنفذش التعليمات بنسبه 100%. كده يبقى بيضحك على الناس. هو المفروض ان لغايه دلوقتي لا بس هو برضو واضح في ان هو بيقول لك عندي مشاكل دفاعيه. ليه؟ لان في 4 انفرادات راحوا. هو قال للعيبه بقى تقف ازاي وتغطي ازاي، ما هو انت لو ادى تعليمات ما كانش ال4 انفرادات. ما هو قال لك ان اللعيبه ما نفذتش. فين اللي ما نفذش؟ مين اللي ما نفذش؟ يعني هو اللعيبه بشكل عام. فده اللي خلى النادي الاهلي يكسب بصعوبه امبارح. مش كل حاجه نرميها على اللعيبه يا اسلام. هو بص، هو ده كلام للاستهلاك عشان يوري للناس بس عمري ما عشان يخلي مسؤوليته. ايوه، لا يقول لسه انا لسه هدرب الناس دي عشان توقف ازاي، بالذات في الهجمات المرتده. هي كل الهجمات المرتده اللي راحت انفرادات من نص الملعب امبارح 2 راحوا ليه؟ الاهلي مهاجم. واخد بالك؟ تترد انفراد من نص الملعب يا اسلام. طيب دي يبقى في الحاله دي هو يعالج بقى، يقول لك 2 يقفوا وفي يبقى ديفندر واقف قدامهم عشان المرتده ما تبقاش هجمه خطر عليا. طب ما هو عدل يا كابتن يا ابني. لا ليه ما طلع مروان عطيه ونزل دياب؟ لا ده عشان انذار، وبعدين ده مش تغييره. ما هو كان مثبت ياسين مرعي وياسر ابراهيم. المفروض بقى ان انت ده الكلام ده امتى؟ في اللعب العادي. انا بكلمك في الكرات القرانر اللي هي بتتلعب للنادي الاهلي. مع الهجمتين جم من هنا من على ال 18 يا اسلام. ان هي تتقطع ليه؟ لان ياسين مرعي طالع يلعب بدماغه وياسر ابراهيم طالع يلعب بدماغه، صح؟ ولا ما تسمعني بس عشان احنا بنحلل كوره، عشان الناس تبقى فاهمه ان احنا بنحلل كوره، ما حدش بيحلل زينا. طيب ماشي بقى. ولا الطريقه اللي لعب بيها تامر مصطفى في الشوط الثاني وابو بكر اليادي. ده الكلام ده في الشوط الاولاني. انا بكلمك على الانفرادات دي في الشوط الاولاني يا اسلام. انت طبيعي انا ليا كورنر النادي الاهلي، فمين اللي بيلعب بدماغه كويس؟ ياسين مرعي وياسر ابراهيم. وانت الفتره الاخيره كلها في ماتش حرس الحدود مين اللي جايب لك الجون الثالث؟ من ياسر ابراهيم. واخد بالك؟ مين اللي جايب لك في جون ما اعرفش في ماتش 4 ياسين مرعي، وفي ماتش مودرن بتاعكم بيلعبوا بدماغهم كويس فبيطلعوا. واخد بالك؟ فمفروض بقى هنا يدي مين يقف ورا، 2 يبقوا واقفين ورا، يلزم 2 لعيبه يقفوا ورا ومعاهم مروان عطيه عشان لما تتقطع الكوره ما ترجعش عليا. ده امبارح كان اللعيب لوحده ومحمد هاني لسه بيغطي عليه. يعني في الكوره الاولانيه اللي الراجل عملها كده محمد هاني اللي راح يغطي عليه. الجول ولا لا الانفراد. ما انا بكلمك بقى على الكور اللي هي لا الجون اتعمل بالظبط نفس الماتش بتاع الزمالك في افريقيا، السوبر الافريقي، جول ناصر منسي. وبرضه ياسر ابراهيم يعني بيستنى وما بيشوفش المدافع المهاجم. يعني انت كانك واخد السؤال من جوه دماغي. ان انت يعني وانا بتفرج على الجول انا قلتها امبارح في التحليل. يعني انا قايلها. انا ما شفتش بس لا شوف هو بالظبط يا كابتن ابو نسخه من جول ناصر منسي في السوبر. انا اسف. لا سيبك يا اسلام من الاخطاء اللي موجوده، لكن انت لازم تحيي. لا يعني لا تحيي وانت بتتكلم على واحد من اكبر الانديه في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، وكل مره يخش فيهم الجول